اخيرا وبعد طول انتظار يا جماعه الزمالك كسب اول ماتش مع بيسيرو. بيسيرو لعب معانا 4 ماتشات من ضمنهم ماتش انبي اللي من شويه. تعادلنا اول 3 ماتشات وده الماتش الرابع كسبنا الحمد لله اخيرا يعني. انا شايفه ان النهارده الماتش كان وحش في الاداء. احنا كسبنا بنتيجه كبيره 3-0 بس الاداء ما كانش عاجبني بصراحه خصوصا الشوط الاول. طيب ليه بقى الاداء كان عامل كده؟ لان بكل بساطه بيسيرو مصمم انه يلاعب كل الفرق في الدوري بنفس التكتيك. هل كل فرق الدوري هتلعبها بنفس التكتيك؟ طب ازاي؟ هي كل الفرق زي بعض؟ هاي حد يرد عليا. الاعب انبي زي ما بلعب الاهلي مثلا؟ الاهلي انا لعبتهم ب3 في خط الظهر. ليه؟ لان مثلا خط هجوم الاهلي قوي جدا، عندهم البودلة اقوياء برضو، فاحنا محتاجين حد يصد القوة الهجومية بتاعتهم. اوكي فهمت دي. طيب انبي زي الاهلي العبها ب3 في خط الظهر ليه؟ انا خسرت نص ملعبي. نص الملعب النهارده كان بشع ضعيف جدا، حرفيا احنا مش عارفين نمسك كوره، كل الكور عاملين نعملها طوليه طوليه طوليه، والطبيعي ان هي الطوليه بتتفقد بسرعه بياخدوها لعيبه انبي واحنا مش بناخدها. فانا مش فاهمه بنعمل في نفسنا كده ليه. طيب حضرتك منزل ناصر ماهر مكان عبد الله السعيد. ناصر ماهر اللي بقاله كتير اصلا مش بيلعب، نزل الماتش اللي فات اخر 10 دقايق. هل حضرتك فكرت ان ناصر ماهر هيقدر يعوض عبد الله السعيد ولا لا؟ الاجابه هي لا، ما عوضهاش، بدليل ان ناصر اصلا النهارده مش فايق وحش، ومش هقدر اجي على ناصر لان ناصر بقاله كتير ما لعبش مباريات، ما عندوش حساسيه المباريات. فانا بيني وبين نفسي قلت ان عبد الله السعيد لازم ينزل الشوط الثاني، لازم. وفعلا اول الشوط الثاني على طول نزل عبد الله السعيد، ومع نزول عبد الله السعيد الملعب اتغير تماما. طيب اول جون كان من ضربه جزاء، عبد الله شاطها وجت. طبعا مش عايزه اقول ان عبد الله بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش، بس خدها ناصر منسي. انا مبسوطه لناصر، بس انا كان بالنسبه لي رجل المباراه عبد الله بلا نقاش، لانه ببساطه ناصر كان موجود من قبل ما عبد الله ينزل وما عملش حاجه. مش عيب في ناصر لان ما كانش جاله كور كويسه اصلا، بس مع نزول ناصر مع نزول عبد الله السعيد الملعب اتغير تماما، وفعلا بقى في فعاليه في نص الملعب والقدام. الجون الثاني كان مجهود كبير من بنتايك. اولا عمل اسيست، كان اسيست حلو بالمناسبه، بس كان في ذكاء من ناصر منسي جدا.